بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الخطيب ولعها ولبيب يرد، وأحمد شوبير في النيابة العامة هو وأيمن منصور. تعالى، والجديد في الصفقات الأهلي والجديد في صفقات الزمالك. تعالى كده صلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. عشاق الأهلوية، عشاق الزملكاوية، شعب الأهلي، شعب الزمالك، الأول كده صلي بينا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اللايك ثم الاشتراك في القناة. لايكات قليلة، نتمنى عمل اللايك بتاعك مش هياخد منك ثانية، ده فضلا ليس أمرا، تكرما من حضراتكم. تعالى نخش في موضوعاتنا على طول. صباح اليوم تم الاستماع لأقوال أحمد شوبير والكابتن أيمن منصور في النيابة العامة في قضية أحمد رفعت. القضية اللي أحالها الرئيس عبد الفتاح السيسي هو حال الملف ده كله لمحكمة الجنايات، والنائب العام أصدر بيان، وقبل كده كان نادر شوقي وكيل اللاعب والكابتن عبد الظاهر السقا كان راحوا وتم الاستماع لأقوالهم. النهارده أحمد شوبير والكابتن أيمن منصور، لأن أحمد شوبير كان نائب رئيس مجلس الإدارة اللي كان أحمد دياب رئيس، واحمد شوبير كان نائب بتاعه ايام صفقه وانتقال احمد رفعت رحمه الله عليه، ربنا يرحمه ويرحم جميع امواته. فاحمد شوبير بيتسال النهارده في النيابه يتم استجوابه، وايمن منصور الكابتن ايمن منصور. طيب، ربنا يرحم احمد رفعت، وان شاء الله اللي غلط يتحاسب باذن الله في القضيه دي. طيب، مستشار مرتضى امبارح قلب العزا بتاع النجل المهندس محمود طاهر. يعني يا دوب دخل العزا وتلاقيت الكابتن الخطيب في ظهره على طول وراه، وتصريحات بقى للمستشار مرتضى. الصحفيين كلهم كالعاده اتلموا حواليه، خدوا منه تصريحات عن احمد رفعت، عن احمد فتوح، وقال في الجلسه الثانيه هحضر بنفسي وهترافع بنفسي عن احمد فتوح. انا ما هروحش الجلسه دي عشان عارفه هتتاجل، لكن في الجلسه الثانيه هترافع بنفسي ومجهز حافظه مستندات. الجلسه الثانيه طبعا 16 سبتمبر القادم، بعد 26 يوم من دلوقتي. وقال ان شاء الله موضوع الصلح يتم، وان شاء الله القصه بتاعت احمد فتوح تنتهي. وطبعا هاجم مجلس حسين لبيب بضراوه عاده المستشار مرتضى، يعني في اثناء تصريحاته للصحفيين في مسجد المشير طنطاوي في عزاء نجل الراحل نجل المهندس محمود طاهر. طيب تعالى نخش في موضوعاتنا التانية. نادي الزمالك عنده ماتش بكره امام طلائع الجيش في دور ال16 في كاس مصر الساعه 9. ماتش الزمالك وطلائع الجيش وبدون جماهير، ماتش بدون جماهير، مفيش ولا واحد هيحضر. ده معرفش مين الجهبذ اللي واخد هذا القرار ان ماتشات كاس مصر ما يتلعبش بجماهير. ليه؟ ما احنا بنلعب دوري بجماهير. المهم، فاركو تم صعوده على حساب الاهلي اللي انسحب من البطوله. تم صعود فاركو لربع النهائي كاس مصر. طيب الزمالك قرب جدا من بن شرقي، وبن شرقي قرب جدا من الزمالك، وموضوع بيع زيزو لسه الموضوع شغال. طب تجديد، والله لسه القصة. لكن مجلس الزمالك عقد جلسة في منزل حسين لبيب بالأمس، في مجلس حسين لبيب بالأمس علشان يشوف موضوع تجديد زيزو. لكن أنا بقول لك القصة كلها رايحة اتجاه بيع زيزو. أبيع زيزو واجيب بن شرقي واسكت شويه الجماهير، واجيب صفقتين 3 تانيين كسر كده، والمدير الفني عندي خلاص طلع على الهوا وقال بيعوا زيزو. يعني مدرب جاي ياكل عيش، جوميز ده جاي ياكل عيش، مدرب كفتاجي،
لما يطلع على الهوا ويقول بيعوا، ما فيهاش مشكله، بيعوا اهم لاعب عندي، يبقى ده مدرب جاي ياكل عيش. فالزمالك هيعلن بن شرقي، صفقه بن شرقي، في نفس الوقت هيبيع زيزو. ده الخطه بتاعه مجلس الزمالك الحالي برئاسه حسين لبيب. احمد عبد القادر في الدوري القطري زي ما قلنا خلاص. اليو ديانج تم قيده في النادي الخلود السعودي خلاص. محمد علي بن رمضان، اشرف داري، عمر الساعي، الصفقات دي مهاجم الاهلي، الصفقات دي الاهلي عايز يخلصها في اسرع وقت. طب الزمالك عينه على صفقات الاهلي عينه عليها او حاطط عينه عليها؟ زي مين؟ زي عمر الساعي. عمر الساعي نجم الدراويش. يوسف اوباما بالمناسبة راح بيراميدز 3 سنين في صفقة انتقال حر. يوسف اوباما ده دليل على فشل مجلس الزمالك. ليه؟ يعني الزمالك ما يستفادش ولا بمليم من ورا اوباما؟ لعيب في السن ده هو هداف الزمالك في البطولات السنة دي، جاب مش عارف 9 اهداف ولا 10 اهداف. لعيب في السن ده يروح مجانا بدون ولا مليم لبيراميدز؟ عيب قوي، عيب قوي عليك يا لبيب انت ومجلس الزمالك. وممدوح عباس شاليده امبارح، قال لك ممدوح عباس باع مجلس الزمالك، باع مجلس لبيب، قال له لا صفقات ولا تجديدات ولا اي حد يسالني، روح اساله المجلس الاداره المنتخب، لكن مش تسالوني انا على صفقات. في تغريده امبارح رسميه على حساب ممدوح عباس نشرها امبارح، قال لك ما تدوشوش دماغي، انا بتعالج، انا راجل كبير في السن، عايز صفقات، عايز تجديدات، عايز لعيبه، عايز مدربين، عندك مجلس اداره الزمالك روح اساله، ما تسالنيش انا، ماليش دعوه. ده ملخص تغريده ممدوح عباس. طيب النادي الاهلي وكولر وتصريحات محمد الشناوي امبارح. محمد الشناوي قال لك جالي اكتر من 100 مليون جنيه في الموسم من نادي بيراميدز وانا رفضت، وانا عايز اختم حياتي في النادي الاهلي. وشكر طبعا جمهور الاهلي وشكر شيكابالا واثنى عليه، قال لك ده لعيب كبير جدا، لعيب محترم. طبعا دي الروح المتبادله بين كابتنه الاهلي وكابتنه الزمالك قبل كده شيكابالا. عايزين الروح الرياضيه دي دايما وننبذ التعصب. طيب انت قلت لنا محمد علي بن رمضان اخباره ايه؟ واخبار مهاجم الاهلي، واخبار اشرف داري، واخبار عمر الساعي. دي لعيبه الاهلي بيتفاوض معاها عشان يخلصها. مصطفى فتحي الصفقه بعدت شويه عن الاهلي. ليه؟ علشان بيراميدز اشرك مصطفى فتحي في ماتش بطل زنجبار في دوري ابطال افريقيا، وبكده مصطفى فتحي بعد اشراكه لا ينفع يلعب مع اهلي ولا مع زمالك، لا دوري ابطال افريقيا ولا كونفدراليه. ليه؟ شارك خلاص. فصفقه مصطفى فتحي معلومه من جوه الاهلي بعدت عن النادي الاهلي. ليه؟ الاهلي مشارك في السوبر الافريقي، مشارك في دوري ابطال افريقيا، فعايز يستفيد لما يجيب صفقه تقيله زي كده لازم يستفيد منها. فلهذا السبب مصطفى فتحي بعد عن النادي الاهلي. قلت لك السبب اهو. ففي بديل الاهلي هيدور على بديل. عايز وينج، الاهلي عايز وينج. فمحمد علي بن رمضان واشرف داري والوينج وعمر الساعي والمهاجم على مسؤوليتي. معلومه من جوه النادي الاهلي، الصفقات دي هيتم اعلانها يوم الخميس القادم. موعد اعلان 4 ل 5 صفقات في النادي الاهلي مره واحده كده، تيكي تاكا تشتغل تك 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 ورا بعض يوم الخميس القادم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله